هاي هلا وغلا، ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ فيديو النهارده هنخرج شويه عن السكين كير والميك اب، وهكلمكم على مشتريات من اللبس، وخلينا نتجه شويه للفاشن والستايلينج واللبس شويه صغيرين. يعني طبعا الفيديو ده كنت صوره من شهر مثلا، بس يعني فرصه الايام دي كده هتلاقوا فيه سيل على معظم البراندات اللي انا هتكلم عنها. الحاجات اللي هوريها لكم هتكون براندات مصريه، فيلا بينا بقى نبدأ من غير ما نرغي كتير. اول حاجة جبتها من كلو وهي البلوفر ده. انا جبت مقاس 2X علشان انا عايزاه اوفر سايز. ده شكله شكلي ولادي قوي او ستريت ستايل قوي، بس I liked. اللي عاجبني بقى الشتا دي ان في ميكس كده حلو ما بين الالوان اللي هي كانت مطرقعه الصيف اللي فات مكمله معانا عادي، ولكن قربت يعني تخف شويه، زائد بقى الالوان المطرقعه نازله الالوان النود او الالوان الناتشورال نازله بقوه. البني حلو قوي قوي الشتا دي، الاسود والبيج والكامل، الالوان دي نازله حلو قوي. واحلى حاجه ان الالوان دي ما بتروحش، وطبعا الاسود عمره ما بتروح. وهتلاقوا كلو عامل سيل اليومين دول. من ليفواي جبت ايه البوديهات اللي هي قطيفه، او اللي هي كنا بنسميها زمان زبده، مش عارفه، اللي هو بيبقى مضلع كده. الالوان الاساسيه الاسود والبيج، في منه كل الالوان، وده كان سعره 300 جنيه. ده انا ما بستغناش عنه الصراحه في الشتاء. وجبت طرحه شيفون كريب، يعني ماسكه نفسها شويه، مش الشيفون اللي هو بيتزحلق ده، ودي كان سعرها 115. واللي عجبني فيها ان هي طويله جدا، مترين. كارينا جبت جاكيت جينز بيج. جبت مقاس كام؟ جبت مقاس ميديوم، بس هو اصلا ستايله اوفر سايز. قلت لكم لون البيج لون نازل هتلاقوه كتير في الستورز. انا بحب قوي الجواكت الجينز، يعني انا عندي جاكيت عندي تقريبا اسود وازرق، وده جبته بيج. بحب قوي الجواكت الجينز، بحس ان هي عمليه قوي في الوقت اللي هو ولا منه صيف ولا منه شتاء. البنطلون ده هو زي كارجو، في جيوب من هنا ومن تحت الاستيك ممكن يتوسع وممكن يتضيق. كارجو باند، بس مش اللي هو مش الووتر بروف قوي اللي بيعمل ازعاج وصوت جامد وانتي ماشيه. ده شكله واسع، يمكن هو بس عايز يتكوي. عاجبني جدا شكله. وهنا الويست استيك. وبرده كارينا من البراندات اللي عامله سيل الفتره دي، سيل حلو قوي برضو، روحوا بصوا. بقى جبتها من تاي شوب. الحقيقه ما جبتش من تاي شوب لبس شتوي، انا جبت من تاي شوب اسدال. انا من الناس اللي بتحب الاسدالات قوي. جبت الاسدال ده. هو بس مشكلته ان هو قطن 100%، فبيكرمش بسرعه، فبيحتاج ان هو يتكوي، لكن هو اوفر سايز، ومعاه الطرحه طبعا بتاعته بتبقى لازقه فيه. بتحبوا الاسدالات المشجره ولا الساده اكتر؟ يعني انا بحس ان الاسدالات الساده احلى، بس مش في كل الاسدالات برضو، ساعات بحب اشكال معينه من الاسدالات المشجره. اخر حاجه بقى جبتها من محل فيل. اللي عارفني عارف قد ايه انا بحب البراند ده، وتقريبا بعمله دعايه كده فور فري يعني على طول، لان هو بحس ان هما بيقروا افكاري، بيقروا دماغي. يعني انا بكون بجد بفكر في الحاجه. يعني انا زمان اللي يعرفني من صحابي يعرف ان انا زمان كنت بقعد ارسم حاجات كده، انا نفسي اعمل لبس بالشكل ده، وانا نفسي اعمل كذا. وكنت احيانا بروح للترزي واخد معاه قماش واقول له مثلا اعمل لي بلوزه من هنا مش عارفه عامله ازاي، ومن هنا عامله ازاي، بقعد يعني اخترع ديزاينز. تمام. فلما لقيت المحل ده قدامي فيل، بقيت بحس ان هو بجد بيقروا افكاري. يعني انا ببقى عايزه اعمل حاجه بالشكل ده، عايزه اعمل حاجه اوفر سايز بس في نفس الوقت شكلها مميز. فتقريبا يعني 60% 70% من لبسي بقى من البراند ده. جبت منهم ايه الشتا دي؟ جبت منهم السوت دي. بصوا لونها جميل جميل جميل. هي عباره عن بنطلون كارجو
يعني هوريكم صورة الموديل وهي لابساه هنا. بنطلون كارجو واستك من تحت وجيوب واستك الويست استك، والبلوزة عبارة عن جاكيت كده وفي جيوب كبيرة من هنا وفي استك وهنا سوستة. هوريكم الموديل وهي لابساه اسهل. وجبت منهم كمان ست او طقم يعني بلوزة وبنطلون برضو لونهم بيج، اتصورت بيهم وهوريكم شكلي هنا وانا لابساهم. حلوين قوي مميزين كده وفي نفس الوقت سيمبل. فموضوع ان انتي تبقي لابسه حاجه بسيطه بس في نفس الوقت مميزه، دي حاجه انا بقيت بحبها الفتره الاخيره. بس كده هي دي كانت مشترياتي. كمان فيل اعتقد ان هم عاملين سيل، بس هم بيعملوا السيل متاخر شويه. عايزه اقول لكم على كام تب كده بسيطه تيجوا تشتروا في العروض، خصوصا لو حاجه انتوا ناويين تشيلوها للشتا اللي جايه. اشتروا حاجات بعيده عن الموضه، بعيده عن الحاجات المطرقعه اللي نازله موضه، الالوان المطرقعه، الستايلات الغريبه اللي هتحسي نفسك السنه الجايه وانتي لابساها ان هي خلاص اصلا موضتها راحت، وراحت الفرحه بتاعتها اللي هي اول ما الترند بينزل بتلاقي الناس كلها نزلت تلبسه، فانتي خلاص بقيتي حاسه نفسك اتاخرتي قوي في الترند، فهتزهقي من القطعه فهتبقي دفعتي فلوس على الفاضي. فاشتري حاجات بيزك، اشتري الوان بيزك، اسود، كحلي، بيج، بني، الالوان دي كلها، واشتري قطعه تكون هتعيش معاكي الشتا الجايه. وانا نصيحتي ليكي ان انتي تشتري اكبر من مقاسك نمره، مش عشان انتي ممكن تتخني او مثلا لو انتي متجوزه عندك ولاد ممكن تحمليه مثلا او كده، لا عشان الحاجه الاوفر سايز انا بحس ان هي شكلها بيبقى اشيك واريح كتير. بس كده هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه الافكار اللي فيه ومن الستايلات اللي فيه. شكرا سمعت الفيديو لحد دي. باي باي.